السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. متابعين هتخس مع هبة الله، وحشتوني جدا جدا جدا. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة وهنا ورشاقة دائمة يا رب. ونبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. هل علينا شهر رجب وخلاص رمضان على الأبواب. ربنا يعود علينا الأيام جميعا لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم أمين يا رب. أيام جميلة وأيام مباركة. بناء على رغبات متابعينا الحلوين طلبوا نظام للناس اللي هتصوم في شهر رجب. وطبعا فضل الصيام في الأيام دي جميل جدا جدا جدا. صالح الأعمال، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، بس اوعوا تنسونا وقت الفطار من دعائكم الجميل. آه، عملنا نظامين لشهر رجب. عملنا تحدي شديد شوية للي عاوز نزول سريع في الفترة دي، وعملنا نظام هادي كده وجميل، والاتنين هنخس فيه. ولكن في ناس ما بتقدرش على التحديات اللي فيها ايه ممنوع 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 ولازم ده 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 بس. ولكن في نظام تاني، في وفرة في ان احنا نقدر ناخد حسب الموجود اللي عندنا في البيت. فالنظام ده ليه متابعينه اللي عاوزينه، والنظام التاني له متابعينه اللي عاوزينه. هنزل ده الاول وبعد كده هنزل لكم التحدي التاني اللي حابب يمشي عليه ولكنه شديد شويه. آه ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب الصيام. بالنسبه للناس اللي هتصوم في شهر رجب ان شاء الله، عندنا نظام حلو وبسيط وجميل جدا هنقدر نمشي عليه ونتبعه. يعني يعتبر من اكل البيت، ما فيهوش قيود جامده قوي، وهنخس فيه ان شاء الله لو التزمنا برضه بشرب الميه ما بين الفطار والسحور، ولو التزمنا بالساعه الذهبيه اللي هي قبل المغرب بساعه في الرياضه. تمام. طيب، النظام بتاعنا ان شاء الله هيكون فيه كل يوم نشويات، ولكن انا هسيب لك الاختيار ليكي. لو حابه تاخديها في السحور يبقى مش هتاخديها في الفطار، هتاخديها في الفطار يبقى مش هتاخديها في السحور. يعني مش هينفع ناخد في الوجبتين الاتنين نشويات، ناخد في وجبه واحده فقط عشان ننزل اسرع وافضل. آه طيب، نحضر بقى ورقة وقلم معانا كده عشان هنقول النظام. وقبل ما نروح نقول النظام، ما تنسيش تعملي لي لايك 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 للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع وأكبر عدد ممكن يشوفه. القناة لسه محتاجة دعم كبير منكم، وهبة لسه محتاجة دعم كبير منكم. ولكن أنا بشكركم جدا جدا جدا. بشكر لكل اللي بيشير الفيديوهات بتاعتي، بشكر لكل اللي بيكتب لي تعليق وكومنت حلو في التعليقات. بشكركم جدا جدا والله بجد حقيقي. شكر أفضلكم كلكم جميعا، وأفضلكم دي هتفضل فوق دماغي العمر كله. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا يا رب. تعالوا بقى بينا نشوف النظام الجميل بتاعنا في فترة الصيام. هناخد السحور بتاعنا. هنبدأ بالسحور الأول. السحور طبعا يفضل إنه هو يكون قبل الفجر بساعة، ونسحر ونستنى ساعة كده ونصلي الفجر وننام. تمام. طيب، في ناس هتقول لا انا مش هقدر اصحى قبل الفجر. ينفع اخد السحور بالليل؟ ينفع. عايزه تاخديه الساعه 10 11 12 واحده بالليل براحتك، ولكن نستنى ساعه قبل ما ننام. يعني خدنا السحور بتاعنا نستنى ساعه وننام، ما ناكلش وننام على طول. تمام. وساعه لان السحور خفيف، مش ما فيهوش اكل تقيل ان انا اقول لك استني ساعتين. لا، هي ساعه واحده بس. فقدامك اختيارين: يا تاخديه بالليل متاخر مفيش مشكله، يا قبل الفجر بساعه، وهو ده المستحب عشان احنا بنقول الجسم دي وجبه الفطار فبينشط الحرق معانا جدا. تعالوا بقى بينا نشوف السحور. عندنا فيه اختيارات تقدري تنوعي فيها طول فتره الشهر. ايه هي الاختيارات؟ 2 بيض مسلوقه وخيار وعلبه زبادي. وطبعا علبه الزبادي تكون بلدي، ونحاول نشيل الوش بتاعها. علبة الزبادي نقدر نبدلها بمشروب بلبن. في ناس ما بيقدروش يستغنوا عن كوباية الشاي بلبن أو القهوة أم لبن أو النسكافيه بلبن، براحتكم. البديل ليها علبة زبادي. طيب، إيه تاني؟ نقدر ناخد معلقتين فول ونحط عليهم برضو بيضة مسلوقة، وناخد خيار وعلبة زبادي. وتاني علبة الزبادي نقدر نبدلها بمشروب بلبن. إيه الاختيار التالت؟ معلقة جبنة وبيضة مسلوقة وعلبة زبادي وخيار. تمام كده. مفيش نشويات في السحور بتاعنا، ولكن اللي حابه تاخد نشويات في السحور هنشيلها من الفطار. تمام. تعالوا بينا بقى نشوف
تعالوا بينا بقى على الفطار بتاعنا. المغرب بتاعنا المغرب هيأذن. هناخد 3 تمرات ونص كوبايه لبن، او كوبايه عصير فريش زي ايه؟ 3 حبات فراوله بنص كوبايه لبن، صباع موز بنص كوبايه لبن، جوافه بنص كوبايه لبن ونحلها بسكر دايت. وهناخدها او ال3 تمرات ونص كوبايه لبن، وهنروح نصلي. بعد ما نصلي المغرب هنيجي نبدأ نعمل، هنكون عاملين طبق شوربة خضار مكونة من كوسة، فاصوليا خضراء، جزراية. هنعملها في شوربة خالية الدسم ونحط معاها بصلاية واحدة زي ما تحب. الشوربة تكون خالية الدسم. هناخد طبق متوسط كده ناكله نمهد المعدة بتاعتنا. وبعد كده هنقوم داخلين على البروتين. البروتين اي بروتين موجود عندك في البيت، صدر دجاج يمشي، ورك دجاج ونشيل منه الدهون يمشي، 2 بيض مسلوق جميل، جبنه قريش ممتاز، تونه روعه، 2 سمكه مشويه حلو جدا. البروتين النباتي معانا يا هبه ولكن مرتين فقط في الاسبوع. العدس الاصفر والعدس البني واللوبيا الناشفه والحمص الشام مرتين فقط في الاسبوع، عشان في نسبه كارب عاليه ما تعملناش حاله ثبات وزن. عندنا بروتين حيواني ورخيص مش مكلف ولا حاجه زي البيض والجبنه القريش والتونه. تمام. نقدر ناخد 150 جرام كبده ولكن معموله بطريقه صحيه، مشويه بطريقه صحيه بدون دهون. نقدر طبعا قلنا السمك المشوي، قطعتين لحمه حمراء، 200 جرام كفته مشويه تكون معموله في البيت. اي بروتين موجود عندك في البيت خديه بالكميات اللي انا ذكرتها، مع طبق شوربه الخضار، وطبق سلطه طبعا اساسي على السفره بتاعتنا. تعالوا بقى بينا نخش على النشويات. هناخد في حدود 5 معالق رز، 5 معالق مكرونه، او نص رغيف بلدي، او 2 توست بني، او رغيف سن، او 5 معالق شوفان، او 5 معالق برغل، او 5 معالق الفريك. تمام. او لو عاملين صواني، اي حاجه في صينيه زي المكرونه والبشاميل والرقاق والجلاش، الحاجات دي نص حجم كف ايدينا. ومفيش واحده تعمل لي كف ايديها الاتنين كده وتقول لك انت اللي قلتي، لا، نص كف ايد واحد بس بلاش نخم. تمام، محدش يخم. مفيش واحده تقول اصل انا كف ايدي كبير، لا، مش حاجه اسمها كف ايدي كبير. ماشي، انا كف ايدي كبير انا كمان اهو. بصوا، نص حجم كف الايد ده بالنسبه للصواني. خدوا بالكم من الكميات، ان الكميه هتفرق معاكي في الميزان. عاوزه تنزلي بلاش نخم في الكميات. اي حاجه في صينيه هتاخدي نص حجم كف ايدك. انا بقول لكم على نظام من اكل بيتك، سهل جدا وبسيط جدا. ومحدش يقول لك الصيام ما بيخسسش، لا، الصيام بيخسس وبينشط الحرق، ولكن لو شربنا ميه صح ما بين الفطار والسحور، واستغلينا الساعه الذهبيه اللي هي قبل المغرب بساعه في ان احنا نعمل رياضه. تمام. بعد كده احنا كده طبعا قلنا لو خدنا النشويات في السحور مش هناخدها في الفطار، خدناها في الفطار مش هناخدها في السحور. كده النظام سهل بسيط يسير. طيب لو عاملين محشي هناخد 5 صوابع، وخدي بالك تاني من الكمية، هناخد 5 صوابع. الصواني نص حجم كف الايد، المعالق 5. تمام. البروتين عموما الحيواني كله هيبقى في حدود 200 جرام، 200 جرام من اي حاجه بقى، سمك لحمه فراخ، 200 جرام. تمام. البروتين النباتي طبق متوسط، اي نوع، اقصى حاجه مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده، عشان ما يعملناش حاله ثبات وزن لانه فيه نسبه كارب عاليه. طيب فطرنا. بعد الفطار بساعتين هناخد اي ثمره فاكهه سناكس موجوده عندنا في البيت. هتيجي بقى بعد الفطار بساعتين هتلاقي نفسك جعانه لان المعده بقى خلاص كلت وبدات تشتغل. او نقدر ناخد 5 حبايات مكسرات، اي نوع، اي نوع، يا 5 حبات مكسرات يا ثمره فاكهه. طيب وكده. طيب الناس اللي هي هتتسحر قبل الفجر على طول، اقدر اخد بقى عشاء قبل ما انام على الساعه 9 كده او ولا 10، تقدر تاخدي علبه زبادي بس، وخدي بقى الوجبه بتاعت السحور بتاعتك قبل الفجر بساعه. لكن هتاخدي وجبه السحور بتاعتك بالليل يبقى خلاص خديها ومفيش عشاء. مهم جدا جدا عشان نلاقي نتيجة كويسة نشرب من 2 ل 3 لتر مية ما بين الفطار والسحور. مهم جدا الساعة الذهبية اللي هي قبل الفطار بساعة، امشي ساعة في البيت حتى عشان تلاقي نتيجة كويسة. وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو واشتراك القناة، واشوفكم على